اليوم عندنا انضمام جديد ومميز لمنصة بصمة أكاديمي، ويانا أحد الأساتذة اللي بصمتهم واضحة وبطريقة شرحهم وتوصيل المعلومة. أستاذ، عرفنا عن نفسك باختصار، وشنو تدرس وش قصة لك بالتدريس؟ الأستاذ علي حسين هادي، مدرس مادة اللغة الإنجليزية، ولدي خبرة طويلة بالتعليم. هذه المادة الشيقة والممتعة، ولا تعتبر هي لغة عالمية، فلدي باع طويل في مجال التعليم المتوسط والإعدادي، وآخر فترة اختصيت في تدريس السادس الإعدادي لمدة أكثر من 30 عام. أستاذ، شنو اللي خلاك تختار هاي المادة بالتحديد؟ والله هاي مادة شيقة طبعا، متعرف لغة أجنبية، فكنت أحبها من الابتدائي، من الخامس ابتدائي كانت تدرس من الخامس ابتدائي، وكنت أتمنى بالمستقبل أصبح مدرس وأخدم هاي الأجيال، والحمد لله وشكر الله وفقني في تحقيق هذه الأمنية، والحمد لله خدمت آلاف الأجيال وخرجت آلاف الطلبة في كل مجالات الحياة، والحمد لله أشكر الله الباري عز وجل. أستاذ، اعطينا نصيحة لطلاب 2025-2026. نصيحتي لكل الطلبة لكافة دورات 2025-26 بالنسبة لمادتي، مادة اللغة الإنجليزية، بالنسبة لي أنا معروف بكثرة الامتحانات اليومية والفصلية والتراكمية والنهائية، فنصيحتي للطلبة التحمل والصبر لبلوغ الدرجة الكاملة مع الأستاذ علي حسين هادي. أستاذ، إذا الطالب دا يستعد للامتحانات، شنو أول شيء لازم يركز عليه؟ أول نقطة لازم يسوي برنامج مال مراجعة يومية يغطي كافة المناهج الدراسية بصورة متساوية. ثانياً، الراحة التامة والأكل المستمر، خلي دماغك حتى يحتاج أكل، لأنه الطالب يحتاج أكل، ومو ماكينة هسه السيارة بدون بنزين بتشتغل. ثلاثة، لازم شنو يركز، احنا مو يركز على المرشحات، لا دائما يعتمد على المرشحات، لا يركز على جميع مفردات المنهج، وبنهاية الأمر يروح على الأسئلة الوزارية المكررة أو تتكرر بالسنين الأخيرة، ويتابع ويا أسئلة المدرس الشاملة، بذلك يتجاوز هاي المرحلة الصعبة. أستاذ، أعطينا كلمة أخيرة تحب توصلها للطلاب اللي دا يستعدون بهالفترة المهمة. نصيحتي لكافة طلبة السادس الإعدادي، مثل ما تعرفون بأنه مرحلة السادس الإعدادي مرحلة مصيرية، لأنه هي تحدد مصير الطالب، والطالب الملتزم مع المدرس مالته ومع كل مفردات المنهج، ويتابع وينظم وقته، وراح اللي الدرجة يحققها اللي يحلم بها. والرابع خلي تروح من بالك، لا تخاف، مواد كلها مواد منهجية، وتقدر أنت تتابع مع المدرسين وتقدر تأخذ الدرجة اللي أنت تحلم بها. أوجه كافة طلبة الالتزام بكافة مفردات المنهج، لأنه منهج السادس إعدادي ثقيل ويحتاج معلومات هائلة وكم هائل من المفردات، لأنه احنا نعرف بالنسبة منهج مادة اللغة الإنجليزية، نعرف عندنا قطع كتاب وقطع خارجية، وعندنا جرامر قواعد، وعندنا فوكابولاريز مفردات بمنهج السادس، وعندنا إنشاءات، فلذلك هنا عندنا منوع changeable materials موجودة بالنسبة لمنهج السادس، ويقدر طالب السادس إذا يتابع ويا المدرس يأخذ الدرجة اللي يحلم بها. والحمد لله أنا طلبتي مئات الكثير من الطلبة أخذوا درجات مئات والتسعينات، لأنه التزموا وياي لآخر مرحلة الامتحانات النهائية والتراكمية والفصلية. فأوجه كافة الطلبة الالتزام الكامل والتام معي لآخر يوم بالنسبة لنهاية الدورة. شنو أكثر شيء جذبك لمنصة بصمة؟ منصة بصمة التعليمية الأولى، لأنه تمتلك إدارة جيدة ورائعة، وتمتلك كادر ذو خبرة عالية ومتفهمين كافة الأمور التعليمية، ويعطون نصائح وإرشادات تربوية للمدرس وللطالب، وأنا أشكرهم جدا على هذا التعاون التام معنا.
طلبة الأعزاء خليت لكم درس مجاني بالأساسيات. ادخل على البروفايل مالتي وعلى منصة بصمة التعليمية، وبعدين راح تلقى شوف نفسك بالأساسيات شنو مستواك. واللي يشوف نفسه مو زين بالأساسيات أنا خليت لكم محاضرة مجانية بالأساسيات. بعد ما راح تشوف أنت الدرس المجاني وتشوف نفسك استوعبت المادة، تروح تختبر نفسك بالأساسيات على منصة بصمة. والتوفيق لجميع الطلبة والنجاح الباهر إن شاء الله. شرفنا بيك وبحضورك ويانا بالبودكاست. مشكورين جدا إن شاء الله، مناكم موفقين للجميع إن شاء الله. الجميع شكرا جزيلا.